سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، ويسعد لي أوقاتكن من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. اليوم مبلشة معكم الفيديو كمان أنا وببيت أهلي. هالفترة يعني جاية زيارة لعندهم، فحتشوفوا إن شاء الله سلسلة فلوجات. فأول ما بلشت نهاري بكاسة نسكافيه مع شوية قطع سينابون، كنت عم بشربهم على بلكونة بيت أهلي. وبهذا اليوم كنا معزومين عند رفيقة ماما، كمان هي من محافظتنا، محافظة اللاذقية. ف رحنا لعندها، حابة كانت تتعرف علي. ونحن عنا هيك عادة أهالي اللاذقية، منحب أول بيت منزوره ناخد معانا هيك شغلة هدية لو بسيطة. فقررت إني أخد زرعة من محل الزهور، وكنت عم أرجيكم أشكال الزهور والزرع يلي عندهم. ولما كنت عم باخدها لهالزرعة سألت اللي عم تشتغل بالمحل شو اسمها لهالزرعة، بس للأمانة نسيت. أنا ذاكرتي صايرة ما مساعدتني هالفترة من كتر قلة النوم مع ابني. وطبعا سألتها كيف العناية فيها، فقالت لي إنه مرة بالأسبوع. وبعد ما اشتريتها كنت مبسوطة اني توفقت بزرعة حلوة، ومو بس انه كلها خضار بخضار، بس انه فيها كمان الوان تانية وفيها ورد، وان شاء الله بتعيش عند الجماعة اللي قدمت لهم اياها. وبعدين بلشنا ننطلق انا وماما والولاد لنروح لعندهم ونقدم لهم اياها هدية. وكتير انبسطت بالقعدة عندهم، وانبسطت بتعرفي عليهم، وهن انبسطوا لما تعرفوا علي. هن يعني هي صديقة ماما، وكانوا باقي صديقات ماما كانوا مجتمعين عندها. إلي زمان ماني عايشة هيك أجواء، فحسيت حالي رجعت لسوريا بشكل كامل. وكان تاني يوم عند أهلي حطينا هذا الفطور. فكان هيدي سلطة البندورة اللي شفتوها، هي معاها شندليش، وباللادية منقله سوركة. وهي السلطة منسميها باللادية بازرقان. ليكي هلا هيدي شو نمرتها؟ هاي شو نمرتها؟ 21 هي نمرتها، هي كبيرة. ليكي هي تبعي 16. هاتين اللبسة الثانية. تعال معي حبيبي. دومة 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 دومة. يقبشني آدم. يقبشني آدم ابن الأوادم. خليها 20 ماما. طب بس خليني أجرب، وبدي مشيه هلا شوي. يلا ماما يلا، ليكي مبسوط. والله هي واسعة يا ماما. دقيقة تعال نمشي. يا ايش حلو. بعد ما حطينا فطور وفطرنا عند أهلي، قالت لي ماما لازم تجيبي لابنك بوت طبي منشان نمشيه بالحدايق والجناين، لأنه البركة قطع عمر السنة وما خرج يضله حافي. فرحنا أنا وماما على المحل الألماني المخصص بالأحذية، اسمه الدايشمان. اشترينا له بوتين طبيات وحذاء سريع. فبعد ما اشتريناهم مثل ما شفتوا كنا عم نمشيه ونشوف شو المقاس المناسب على رجله. وبعد ما اشترينا هالأحذية رحنا أنا وماما والولاد لدرب ماما على البسكليت. دادي تمشي تاتا، دادي عينا الله. شفتي كيف ماما فينا تسوق؟ وبعد ما رجعنا كنت عم حاول درب ماما على سواقة البسكليت على دولابين، لأن هون بألمانيا هي البسكليت يعني من البديهيات وكل الناس بتعرف تسوقها.
بس سبحان الله ببلدنا بسوريا ما كانت دارجة ثقافة قيادة الدراجات، خصوصي إذا كانوا على الدولابين. فماما مضطرة إنه تتعلم عليها لأن بس تشتغل صعب عليها المواصلات عدا عن تكلفتها، وحرام يعني إخواتي كتير حاولوا يعلموها لماما سواقة البسكليت على دولابين بس ما قدرت تتعلمها لأنه بدها توازن. فجيت حاولت تعلم ماما وقلها دادي مثل ما كنت قله لابني ليتعلم المشي، بس سبحان الله ما قدرت. وبنفس اليوم راحت اشتريت بسكليتة إلى 3 دواليب. آدم لا لا هيدي البنوتة اسمها ياسمين. هيدا صبي مو بنت، هذا بس هو قاعد بعرباية اخته. هي كانت عرباية لجوليا. ايه فخبيناها لاخوها. كبرت هي وصار عندك بيبي. ايه لكن هي صارت كبيرة مثلنا، يعني هي صارت كبيرة مثلنا. ايه خليني بس اسمع ماريا شو عم تقول. شو قلتي ماريا؟ لما انا يعني اجيت من البيت على لبنان قالت لي انه جوليا. استغربت ايه لانه صار لي زمان ماني شايفه جوليا. ايه طلعت هيك لقيتها. ايه والله. ايه الكم زمان ما شايفين بعض انتي وجوليا، انتو كلكم الكم زمان ما شايفين جوليا مو؟ ايه هو ان شاء الله كل ما بنجي لازم اخذ ارقام تليفونات مامياتكم عشان كل ما نجي نزوركم. تاخذي رقمي. عندك رقم؟ خلاص هلا باخذ رقم. انا ما عندي سناب شات. أنا عندي واتساب. ما عندك؟ انت ساعتك صغيرة. أنا عندي بس هدول واتساب ايه كويس. بس هدول واتساب كله. بس الكبار بياخذوا التليفون. فوالله ماما اشترت هاي البسكليت على 3 دواليب لأنه ما بدها توازن. اشترتها وقت أنا قعدت بالحديقة مع الأولاد، راحت هي وأخي ليشتروها. ووقت اللي نزلت على الحديقة شفت جيران بيت أهلي أغلبهم عرب وسوريين، وفي منهم أوكران وروس، وفي بنت تركية ما شاء الله متعلمة اللغة العربية من الأولاد يلي العرب يلي بهي المنطقة. يلا باي باي. بعد بكرة نرجع جايين الحديقة إن شاء الله. وثالث يوم كان ما شاء الله المطر انقلب الجو، كان من شوب شوب لبرد برد. وكان على أساس بهذا اليوم يلي نزل فيه مطر كنا معزومين مع بيت أخي التانيين على مشاوي، بس المشاوي بدها فسحة هواء ويكون الجو رايق. مع المطر بتطفي النار وما بنحسن نعمل مشاوي، لهيك لغيت. إضافة يا حرام بيت أخي صار عندهم مشكلة بالبيت بسبب أحد من الجيران طافت المي على كل البيوت، فالله يعينه. فانلغت يعني بشكل كامل العزيمة المشاوي بسبب الطقس والوضع كمان يلي صار ببيت أخي. يوم اللي نزل مطر فقت الصبح هيك، رغم انه ما كنت نايمة فيه غير ساعتين، بس فقت وريحة الهواء المنعش والمطر هيك سبحان الله بيرد الروح. قلت طالما من غير شر الكل بالبيت نايم بعضهم، يعني استغل الفرصة واشرب كاسة نسكافيه على رواق مع هالجو الحلو، رغم انه يعني كان عم يغلبني النعس بس قاومت. وبنفس الوقت صرت اتذكر انه بنتي كان وعدتها على اساس ارجع ننزلها على الحديقة لتلعب مع اولاد الجيران بالحديقة، لانه يوم شافوها كتير انبسطوا فيها. ولو تشوفوا الأحضان يلي أخدوها فيها وإنه شفناك يا جوليا
وصاروا يقولوا لي بدك تنزلي تاني يوم مع جوليا على الحديقة يعني مع بنتي. فقلن ما بعرف لشوف إن شاء الله. فسبحان الله إجا الجو هيك مطرت وما قدرت أخذها على الحديقة لتلعب مع رفقاتها التانيين يلي موجودين ببيت أهلي. فقلت مو مشكلة يعني لما يجي شي يوم طقس حلو وصحو وآخدها فيه. وبعدين بلش نهارنا، وبعد ما فطرنا قررت قلت لها لماما يعني أنا حابة أعمل أكلة هالمرة، ما بدي إياكي أنتي تشتغلي، حابة أنا ساعدك، وحابة أنا أعمل أكلة شفتها على قناة رشا الخميس. فحاولت طبقها، وكانت هي عبارة عن سلق بطاطا ولحمة صدر دجاج، قطعتها مكعبات وقليتها مع الجزر والفلفلة الملونة والبصل. وطبعا لما سلقت البطاطا سلقت جزرة وقطعتها لأصابع منشان طعميها لابني بس يصير وقت الغداء. طبعا أكيد رح طعمين من الأكل اللي طبخته، بس إنه منشان يتعلم يمسك هو بإيده وياكل. فحطيت لها بهارات، أنا ما تقيدت بالأكلة بشكل كامل وما بنفس طريقة التقديم عملتها، يعني اخترت أسهل الطرق لسويها. وحطيت بهارات أنا يعني شوفي عند ماما بهارات حط، يعني ما التزمت كمان بنفس البهارات. وطبعا مثل ما شفتوا حطيت لها مكعبين ماجي وستفتها هيك، وبعدين حطيت لها رشة جبنة موتزاريلا وحطيتها بالفرن. وهون ماما بلشت تعمل لنا التبولة التركية. بدك تقولي قد نصه يعني، هلا بقلي هون بعدين بحط زيت نفسه النص الثاني شي كاسة، نص الكاسة هون. هلا ها شو كمان هسه زيت هيك خلصنا. شو قلتي ماما على الكاميرا؟ كاسة ونص فرغة، بصلة مع الزيت الحلو، شي نص كاسة. نص الزيت الكاسة الحلو يعني زيت زيتون، يعني هذه اللادقية بنقول زيت حلو. نص الكاسة وتحطيها هون بالقلي، النص الثاني بنحطه هلا بعدين. ايه طيب ماشي. هذا منقوع مو؟ لا ما نقوع، لسه ما نقع. يلا طيب هلا بعد ما ماما قلبت البصلة هلا شو؟ نحط سنتين ثوم. لازم نعلي صوتنا شوي. سنتين ثوم يعني يا دوب هيك. ايه سنتين ثوم هدول مفرزين. فينك تحطي شوي في صوت الشفاط طالع. حرك لك اياهم ماما. انا بحرك انه انا نهاية الفليفلة تحط محرمة ورقية مشان ما تطلع طبقة عفن عليها. هلا شلناها شوي عن النار مشان ما تنحرق البصلة. هي يلي انا سويتها، بس هسه ما حطيناها بالفرن لنخلص التبولة التركية. ماما بتحب هيك تحافظ على النعمة زيادة. طيب وحرام. هي حرام والله. والله خليه جدا. هلا خليها. يلا بنشوفكم بالخطوة اللي بعدها. نحمص الفلفل بالبصلة بيطلع أكثر يعني. حطيت على البارد. أنا عندي طريقة إنه لحايشة لحالي، فالبندورة بفتحها بتعفن، فشو بعمل؟ بحطها طعيد الثلج، بحطها بمكعبات الثلج طعيت المي، بس تشيل فكها بحطها بكيس وبستخدمها ساعة اللي بدي هيك حافظ عليها ما بتحرق. لأن أنا لحالي يلا رح حرك أنا شوي عنك. كاسة ونص، بحط هلا كاسة ونص على قد البرغلات، كاسة ونص مي. ماما حطت هون كاسة ونص برغل، لساتهم مانن منقوعين، وهلا عم تحط كاسة ونص مي على قد البرغلات، كاسة ونص بكاسة ونص. ايه وخلصنا. نحط هلا حركهم شوي خليهم يغلوا، بعدين نغطيهم، وهلا بس يستووا بدكم الخطوة اللي بعدها كمان. هلا لازم يتسبكوا مع بعض. شو كثير غلوتين ثلاثة بحطهم فوق البرغل. ايه شوية كمون وبرغل. هلا ماما غسلت البرغل شوي، حطت له كمون ونعناع وشوية فلفل. فلفل مو حار صح؟ ايه هلا شوية ملح. هون هي قاعدة عم تتسبك تغلي. هاي ملح.
من حاجة ما كتير مرة عشان ما يعرفوا. هلا خالصين هلا ماما. ما عاد هلا بس بدك تخلطي هلا بدي البرغل. ايه استني هلا اذا بدك. هلا سكرني لا ما بدك. بدك تكسر لا. ما هلا بعرف انتي هذا قادرة. هلا انا بخلطهم هلا هيك وبخليهم غطيهم. خليهم مشان يتسبكوا. تستوي تنضج حبة البرغل مو؟ ايه خلص. هذا هلا فتحت حبة البرغل. ما بدون ما بتصير الخبايط يعني تفتيح يعني هيك. هلا ايه هلا هذا البقدونس. ايه وهاي اللي انا عملته. هي انا فرمته. ماما هون سويت. البرغل لك اياها ما احلاها ما معجنه. ايه هلا بنحطهم مع بعض قد اوسع. ايه ما بصير نعجنه يعني هيك. لقي هيك ايه هيك هيك بالدبس البندوره والفليفله انه شو نشت حبه البرغل ما في داعي نقعد المي. واخذت الصوص كلياته وشربته. هلا هذا بقى بندورة وخيار وخس ونعناع وبصل اخضر. بتحطوا على كيفكم الخضرة اللي بتحبوها بتحطوها. هلا على التخليط وشوية ملح ونص كاسة الزيت اللي قلت لكم عليها بالاول. هلا بعد ما فضيناها حط شوية ملح بعدين شوية ليمون. شوية ليمون. الزيت نص تقريبا الكاسة اللي حطيناها للقلي. هلا هاي وهذا دبس دبس الرمان. رمان. على هذا دبس رمان كتير يعني جامد. فلاحظوا أصلي. ما شاء الله يعني الله أكبر يعني عم تنزل. طبعا حسب انتوا قديش بتحبوه بتحطوا أي خضرة بتحبوها. هذيك المرة أنا حطيت فجل مثلا. ولا ليش ما ذكرتيني؟ كان عندنا فجل. عندك فجل كان يلا فرمناه. كتير طعم. نسينا ما نحطه للسماء. عجقت الأولاد الصلاة على النبي. يا سلام. كمان نخلطه مرة تانية حاجة. هلا ويا سلام الأكل من تحت إيدين أمهاتنا بيطلع طعمته غير ونكهته غير. يعني هيك بتحسوه مطبوخ بمحبة، معمول فيه رشة حنية. سبحان الله. الله يحفظ ماميتي ومامياتكم أمهاتنا جميعا، ويلي أمه متوفاية الله يرحمها ويغفر لها. فوالله هي كانت التبولة التركية مع هي الأكلة اللي طبقتها من قناة رشا الخميس. حبيتهم يعني للأكلتين، وكانوا تغيير شكل يعني عن الأكلات التقليدية اللي بالعادة بنطبخهم. وعلى سيرة التبولة التركية كنت عم أقول لماما إنه لما كنت بالحديقة تحت بيتك تفاجأت إنه في بنت تركية طفلة، يعني هي ما بتعرف تحكي غير بس تركي مع أهلها، وألماني بالمدرسة طبعا. تفاجأت فيها إنه متعلمة اللغة العربية من أطفال الحديقة. فسبحان الله كيف الأولاد بيقدروا يتعلموا ويلقطوا لغات بسهولة وسرعة يعني أكتر من الكبار. وهون كنت عم أسكب بصحني، نوعت يعني حبيت حط من جميع الأشكال بالصحن مشان استلذ واستمتع فيها. وأكيد الخسة المليانة تبولة تركية. وللأمانة هي أول مرة أنا باكل التبولة التركية. أنا بالعادة باكل التبولة السورية يلي 3/4 بقدونس وفنجان صغير فيه برغل ناعم منقوع. ولما دقتها لأول مرة كانت عن جد طعمتها كتير كتير طيبة. عن جد بنصحكم فيها وجربوها على طريقة ماما.
وبعد ما تغدينا روقت دماتي بكاسة متة بحليب. نحن أهل الساحل مشهورين يعني بمشروب المتة، وخصوصي أنا يعني حبيتها بالحليب أكتر. يعني هي طريقة زوجي، هو علمني إياها المتة بالحليب، مع إنه زوجي مو لادقاني، زوجي شامي، فهو علمني إياها، قال لي طيبة بالحليب أكتر. وبصراحة عن جد استذوقتها بالحليب أكتر. وماما ما كتير بتحب مشروب المتة، فأنا استعرت متة من عند بيت أخي الكبير، وبلشت فضي شوي من أطرميز المتة على أطرميز صغير، لأن تعلمت كمان هاي الشغلة من زوجي، أنه لما بشرب متة وبحس تقريبا طعمتها راحت من شان ما كل شوي فضي كاسة المتة وعبي كاسة متة جديدة، فبضيف بس ملعقة أو ملعقتين بالكتير صغار على كاسة المتة، وبرد بصبلها مي أو حليب وبشربها. واشتريت هاي الكاسة المتة. هي بصراحة مو للمتة، بس حسيتها بتنفع للمتة. من المحلات الألمانية جبت 2. طبعا أخدت الموف إلي، والزرقاء جبت له إياها لزوجي بس أرجع على البيت. وهذا الأطرميز الصغير المتة خليته جنبي بالصينية مشان كل شوي ضيف شوية متة لأشرب المتة بحليب. والله وهيك كان نهاري، ختمته بالمتة، وبشوفكن على خير بالفيديوهات اللي جاية، وهلا بالكم سلام.